السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة شهوات من السيت. اليوم ان شاء الله جيت لكم بكيك السبع الملاعق. كيك روعة، كيجي خطير وزوين ورطب ومفشفش وبكريمات اللي هي سهلة وكتذوب في الفم. شوفوا هذا راه يعني في اليوم الثاني بعد التحضير ديالو. كيجي روعة. بسم الله على بركة الله. غنبداو هنايا باش نحطوا المقادير وطريقة التحضير. كيف كتشوفوا اول حاجة غنبداو بها هي انني غندهن المول بالزبدة ونرش عليه الدقيق. والمقادير كيف شفتوا عندي 2 بيضات، 7 المعالق ديال الزيت، 7 المعالق ديال السنيده، 7 المعالق ديال الحليب، 7 المعالق ديال الدقيق، وجوج خمارات وروح الفاني. 7 ملاعق انا عبرتها وعطاتني نصف كأس حليب، نصف كأس زيت، نصف كأس سنيده، وكأس مملوء من الدقيق مملوء يعني جيدا، حتى يعني الكأس مملوء جيدا. هذا هو العبار ديال 7 ملاعق. عطاتني نصف كأس، بقيت كناخذ 7 المعالق وتنعبر. المهم وضعت الخليط كله في الخلاط. حتى نتوما ممكن تعملوا بحال ما هكا، ديروا كلشي خطره وحده صافي. ومن بعد ملي كيتخلط الخليط مزيان كتضيفوا البيض والدقيق والخمارات والزيت، الحليب، الفاني، قابصه ملح، كلشي كديروه في الخلاط الكهربائي. ملي كيتخلط مزيان غير تقريبا 7 دقائق بحال هكا كيتجانس الخليط، وكنحولوه في واحد البول بحال هذا. وعاد كنغربلو الكاكاو. حاولوا ديروا الكاكاو اللي في الساشيه، لاننا الصراحه كنديروا الكاكاو ديال العبار وما تيعطيناش داك اللون اللي حنا كنبغيو. كيجيو يا اما كتجي الكيك يا اما غامق يا اما يعني عنده لون ما زوينش الصراحه. الكاكاو اللي في الساشيات كيجي رائع، وهذا اللون ملي غطيب الكيكه راه هو اللي غادي تبقى فيه وكيجي زوين بزاف. صافي بعد ما خلطت مزيان البنات الصراحه انا ضفت واحد يعني ربع ملعقه ديال الخل، لاننا ما كنضمنوش الدقيق كيفاش داير، واش غيشرب وهذا وسميتو. المهم ضفت شويه ديال الخل ودخلتها الفران. درجه الحراره الفران ديما كنقول لكم انا عندي فران ديال الغاز ضابطه عليه الحراره. نتوما كل واحد فيكم يعني الطريقه اللي كطيب فيها بها في الفرن ديالو، وكذلك الوقت. يعني انايا كتستغرق ليا واحد 20 دقيقه بحال هكا كيكون الكيك طاب. ولو الكيك يكون كبير يعني ما كيفوتش نص ساعه، وكندخلها الفران بارد بارد. عمرني ما شعلت الفران وندخل الكيكه. صافي دابا شوفوا الشكل ديالها واللون الصراحه كيشهي. واخا بلا كريمه يعني ممكن ديروها وتذوقوها غير شي تزيين بسيط، كتجي فنه وزوينه. صافي درت ليها دوك الثقوب بحال ما هكاك، وخديت كاس ديال العنبه عامر بالحليب، وضفت فيه معلقه ديال الشكلاط ديال داك اللي كنشربوا مع الحليب كاوبيل. ما بغيتش ندير عاود الشكلاط الاخر. ودرت شويه ديال القهوه سريعه الذوبان وسقيتها مزيان وخليتها حتى تشربات. صافي ودزت هنايا باش نحضر الكريمه. درت علبه ديال الكريمه وضفت عليها هذاك النوع من الياغورت. نتوما كذلك ممكن تحضروا اي كريمه بغيتو اللي غتواتي لكم مع هذا النوع من الكيك اللي هو كيك السبع ملاعق. الكيك الاسفنجي الصراحه هو اللي ممكن انكم ديروه في هذا الصيف وتبردوا به، يعني كيوجد بسهوله ومقادير بسيطه وكيصدق يعني كيجي ناجح. المهم باش ما نطولش عليكم، انا بعد ما حركت الكريمه مع الياغورت ضفت عليها شوكولاته الدهن هاد النوع هذا. الصراحه باش كتجي الكريمه غنيه وزوينه وفيها واحد المذاق رائع. واللون انا حاولت نكتفي غير بهذا اللون هذا الكريمي، ما بغيتش نديرو غامق لان الكيك عندنا فيه الكاكاو وهو لونه غامق، ما يمكنش نديرو كلشي غامق.
صافي بحال ما هكا. حاولوا تخليو الكريمه شويه يعني مطلوقه، ما ديروهاش شونتيي قاصحه، باش ملي كتبداو تتقطعوا الكيك وكتبداو كتاكلوه كيجي يعني هشيش ولذيذ وشارب. صافي انا صبيتها بحال هكا فوق الكيك ديالي اللي تشرب هذاك الحليب والشكلاط والقهوه. صافي غنكمل بحال ما هكا هاد الكريمه هادي وغادي نديها للثلاجه باش غادي نصاوب الكريمه اللي كتجي من فوق، الكريمه الرائعه. وغادي نعطيكم الطريقه ديالها الزوينه وغادي صراحه غتعجبكم، وغتبقاو ديما ديروها فوق الكريمه ديال الشانتيي، كتجي روعه وكيجي فيها واحد اللون لامع. خديت 2 كيسان ديال الحليب تقريبا ما عامرينش وضفت عليهم 2 معالق كبار ديال كريمه الحلواني او لا كريم باتيسير. صافي راه كتوجد بسرعه، خليوها خفيفه وضيفوا عليها الشكلاط هذا اي نوع بغيتو، المهم يكون مزيان كيذوب بسرعه. كتكون الكريمه سخونه كيذوب بسرعه. نتوما شوفوا صبيتو فوق الكريمه واخا راه باقي سخون شويه لانني كنت مزروبه يعني. اما نتوما ما ديروش بحالي وتصبوا هاد الكريمه ديال الشكلاط فوق الكريمه ديال الشونتيي باش هي ما غتذوبش الا كنتو مصاوبينها مزيان، ولكن الا بغيتو تقطعوا غادي يجي يعني الموس غادي يبقى تيعمر شويه بالكريمه، ولكن ماشي مشكل. المهم هي انكم تتبعوا هاد الخطوات. ولا وصلتوا حتى لهنايا فضلا وليس امرا خليوا لي واحد اللايك وواحد التعليق وديروا بارطاج الفيديوهات ديالي باش تعم الفائده. وكنشكركم بزاف بزاف، وكنشكر كاع الاخوات اللي متبعيني على الفيسبوك. كنشكركم بزاف بزاف خواتاتي اللي يخطيكم. والصراحه والله الا راه كنلقى واحد الدعم اللي هو زوين ومشاهدات رائعه على الفيسبوك. صراحه كنتمنى حتى على اليوتيوب يكون نفس التفاعل. صافي التزيين كذلك حسب الرغبه. انا حكيت بحال ما هكا الشكلاط غير جرشتو بالموس، شفتو كيجي ملوي زوين، وزينتو بهاد شويه العقيق هو اللي كان عندي. كيف قلت لكم انا كنت يعني مزروبه بهاد الكيك نحضرو وبديت كنقطع باش نصور معكم في نفس اليوم، لانني كون خليتها حتى تبرد غتلقاوها سالات. شوفوا راه كتحيد بسرعه كتجي كريميه. وعلى هذا انا في الاول وريتكم الفيديو بعد ما صبحات الكيك كيف كتشد هذيك الكريمه راسها وكتجي رائعه. وهنايا الطبيله اللي حطيت فيها الكيك فيها واحد المسمنات بالورقه البسطيله. ان شاء الله غادي نحطهم لكم في القناه بحول الله. ترقبوا اسهل مسمن بالورقه البسطيله، مسمن معمر بالكفته بالورقه البسطيله. صدقوني كيجي روعه روعه روعه. الى اللقاء.